يا أبت لا تكن سببا في انهيار ولدك فكلماتك ليست كالريح بل هي جراح في النفوس وقيود على القلوب. كم من ولد بكى في الظلام لأنه سمع من أبيه يا غبي يا فاشل يا ما تنفع أنت لست برجل، يا غبي يا فاشل يا ما تنفع أنت لست برجل. وكم من فتاة خنقتها العبرة حين قالت لها أمها يا شيطانة الله لا يبارك فيك وغير ذلك من الكلمات التي توجع القلوب. فأي قسوة هذه وأي جهل هذا يا من سببت ولعنت ودعوت على من تحمل من دمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فأنت قتلت أولادك وبناتك بهذه الكلمات واللعن والسب. أما قرأت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فهل الولد خارج من الناس أم أنه أحق بكلمة الطيب والرفق؟ أفلا تخشى أن تبتلى بولد ضائع تائه فتقول لماذا صار ولدي هكذا؟ وجواب السماء بسبب لسانك بسبب لعنك بسبب قسوتك. أيها الولي الغافل وأيتها الأم القاسية، اعلموا أن الولد ليس خصما وليس عدوا، إنما هو أمانة في أعناقكم وسؤال عظيم ستسألون عنه يوم تنصب الموازين وتبلى السرائر وقفوهم إنهم مسؤولون. فبماذا تجيب أيها الآباء والأمهات؟ أتعجبون أن تروا أولادكم عصاة وقد كنتم أول المفسدين لهم؟ أتلومونهم على العقوق وأنتم الذين غرستم القسوة في قلوبهم؟ كم من ولد بار صار عاقا بسبب لسان أبيه الفاحش، وكم من بنت طاهرة انكبت في أوحال الضياع لأن أمها كانت تسبها وتلعنها وتدعو عليها. فاتقوا الله معشر الآباء في تلك الكلمات والدعوات التي ترمونها على فلذات أكبادكم ثم تتحسرون عليها بعد فوات الأوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنها دعوة الوالد على ولده، ترفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرن